بزاف من الناس كيتشكاو من الجيل الجديد، ولكن كينساو السؤال الاهم اللي هو شكون اللي ربى هذا الجيل. دابا ملي كتشوف الشارع او المدارس او مواقع التواصل كتحس باللي شي حاجه تبدلت بزاف، وغالبيه هذا الجيل ما بقى كيحترم كبير، ما كيوقر استاذ، ما عنده حدود في الهضره والتصرفات، وكذلك جوابه قبل ما تسالي كلامك كيكون جاوبك. بزاف د الناس كيلوموا الجيل فقط وكينساو باللي كل جيل نتيجه تربيه الجيل اللي قبل منه. وهذا الجيل ما طلعش هيدا من فراغ، هذا الجيل طلع من بيوت غاف فيها الحوار، ومن اباء سلموا التربيه للهاتف، ومن امهات واباء مشغولين طوال الوقت، ومن اسره ولات كتخاف تربي باش ما يتعقدش الولد. حتى ولا الطفل كيكبر بلا حدود وبلا مسؤوليه وبلا احترام. اكيد ان ماشي الجيل كامل خايب، كاين شباب واعي ومحترم ومتربي احسن تربيه، ولكن الواقع كيقول باللي نسبه كبيره ضاعت بين الاهمال والانشغال والتربيه الناقصه. زمان ما كانوش الناس كاملين مثاليين، ولكن كان كاين الاحترام. كان الولد كيحترم الاب ديالو، ملي كيكون شي شخص كبير داخل كيوقف كيحسب لكلامو، وكيعرف بان الحريه ماشي هي الوقاحه. واليوم بزاف د الاطفال والشباب كيهضروا مع الوالدين ديالهم بالغوات ولا بالحيحه، يهرس يشعاط، واي نصيحه كيحس بها تحكم. والسؤال هنا هو علاش؟ لان شحال هادي كانت الدار كتربي، جيران كيربيو، والمدرسه كذلك كتربي. ودابا ما بقاش هادشي هذا بصفه نهائيه. ولا الطفل كيكون في الزنقه كيبدا يسب شي سبان اللي انت في عمرك ما راه شحال في العمر ديالك ما تقدرش تخرجو من دقمك. ولا هضر مع الجار ديالو ولا جرى عليه من تما ولا كذا، كيمشي عند والديه، فلان دار ليه ولا صنع ليه، وكيجيو لك الوالدين ديالو نعم سيدي، علاش تحادى، علاش تقول له، علاش تهضر معاه، بنكم ما عرفش نعمل، لا ما تهضرش معاه. واش هادو هما والدين اللي غيخرجوا لنا جيل محترم وجيل موقر؟ استاذ في المدرسه، الطفل ضرب شي واحد ولا عمل شي حاجه ما يقدرش يحادى حاليا، ما يقدرش يهضر معاه غادي يصبحوا الوالدين ديالو في المدرسه كيحيحوا عاود. واش هادو هما الوالدين اللي غيخرجوا لنا جيل موقر وجيل محترم؟ ما بقى حتى شي حاجه كتربي في هذا الوقت هذايا. ملي انعدمت التربيه في الدار، المدرسه ما بقاتش كتقدر تربي لانها ما عندها غرض في الصداع، الجار كذلك ما عنده غرض في الصداع، فالطفل رجع كيجبر واحد المساحه كبيره فين يعمل اللي بغا وما كاينش اللي يقول له اش كتعمل. ورساله لهاد الاباء والامهات اللي فحال هادو: ربي ولادكم، قابلوهم، راقبوا، علموا ولدك الدين، علموا يصلي، علموا كذا، وديما علموا الحاجه وقول له علاش. علموا يصلي وقول له علاش كتصلي، ها علاش انت كتصلي. قبل ما تضربوا وتعاقبوا على الحاجه اذا ما عدلاش، اشرح له علاش. تحاور مع داك الطفل ولا داك الشاب: ما صليتيش، ها علاش الصلاه، ها فاش غتنفعك، واذا ما صليتيش ها فاش غتضرك. عملتي الحاجه الفلانيه ها فاش غلطتي. شرح له. عاد ضربو، ملي كتضربو ما كتهضرش معاه كتسمى بحال اللي كتضرب في الخاوي، صافي غيعاود اش غيوقع، عاد ضربو عاود. وديما تحاوروا مع الاولاد ديالكم وبالتي هي احسن، وشرح، ديما شرح اي حاجه شرحها له، وكون انت القدوه ديالو في الدار، وانت اللي عمر له راسو قبل ما يخرج من الشارع يعمر له راسو الشارع. انت اللي خصك تعطيه، انت اللي فاهم الحياه فهمالو، باش ما يخرجش عند واحد شمكر مجانكر يفهمو الحياه كيفاش هي في بايا وانا مواعر وانا كذا وانا كذا. خليش هذا النوع هو اللي يقربنك، قرره انت في الدار. والتربيه هي واحد المعادله بسيطه، جبنا واحد الطفل راسو خاوي، عمرنا نعم سيدي بالاحترام والوقار والقرايه والوعي. هذا ملي غيخرج على برا ما يقدروش ياثروا عليه، لان عطيناه الاساسيات باش يرفض ديك الافكار كاملين داخرين. ولكن جبنا واحد الطفل وسمحنا فيه الزنقه هي اللي ضرب به، طبيعه الحال غيطلع بهذا الشكل اللي كنهضروا عليه. ما كاين لا احترام، لا وقار، لا مسؤوليه، لا والو. واحد الشخص اللي عامل راسو غير بالعنف وتخربيق والخاوي صافي. وإلا ما كنتش قادر على هادشي هذا كامل، تعطي اتساع لهاد المساله هذه، ما تخرجناش هاد الكائنات العجيبه. الله ينورك، والسلام عليكم الاخوه.